حينما يتلقون المهام للدفاع عن الوطن تدور في أذهانهم صورة ذويهم، ولكن سريعا ما يتلاشى كل شيء وتبقى مصر في قلوب الرجال المخلصين. في هذه اللحظة تتأهب النسور للتحليق في الجو، يخترقون السماء بكل قوة لردع أي عدو تسول له نفسه المساس بأمن هذا الشعب واستقراره. القوات الجوية المصرية، نسور الجو. ترجع نشأة القوات الجوية إلى 2 نوفمبر عام 1932 يوم الإعلان الرسمي لإنشاء السلاح الجوي المصري. وقد تم هبوط 5 طائرات يقودها مصريون بمطار الماظة، حيث تم إنشاء أول مدرسة لتعليم الطيران لتكون النواة الأولى للقوات الجوية. واستمر العمل وبذل الجهد لمواكبة دول العالم الحديث حتى تحقق الحلم وأصبح لمصر قوات جوية يمكنها الدفاع عن مقدرات شعبها العظيم. وسريعا ما شاركت في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين 48 وحرب 56، وما لبث أن اكتمل البناء الحديث للقوات الجوية المصرية حتى جاءت حرب 5 يونيو عام 1967، وفقدت القوات الجوية معظم طائراتها على الأرض، وظن العدو أنه نال من عزيمة وطن وشعب، إلا أن رجال القوات الجوية أبوا أن يهنأ أعداؤهم بنصر زائف. ففي 14 و15 من يوليو عام 1967 قامت قواتنا الجوية بالإغارة على مواقع العدو شرق القناة، فأسقطت طائراته وأجبرته على ترك مواقعه والفرار شرقا. وكانت هذه المعركة بمثابة عودة الروح القتالية لقواتنا الجوية، والتي استمرت بالضغط على العدو واستنزافه حتى انتهاء حرب الاستنزاف، حرب مهدت إلى معركة النصر والعزة والكرامة. وعندما بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة في التخطيط لحرب 6 أكتوبر عام 1973، كلفت القوات الجوية بتوجيه الضربة الجوية المركزة بقوة أكثر من 200 طائرة. قواتنا الجوية بالضربة الأولى أفقدت إسرائيل توازنها، وأصبحت حربنا تسمى حرب ال6 ساعات بدل حرب ال6 أيام اللي قالوا عليها سنة 67. في 6 ساعات وأقل فقدت القوات الإسرائيلية توازنها كاملا. لابد أن نعترف بالجدارة والأداء اللي قامت به قواتنا الجوية في الضربة الأولى، ومهدت لكل هذا الانتصار الرائع. ويتوقف التاريخ يوم 14 من أكتوبر 73 ليسجل أن القوات الجوية المصرية خاضت أعظم معاركها على الإطلاق، معركة المنصورة، التي شاركت فيها 250 طائرة من كلا الجانبين في زمن يناهز 50 دقيقة، لتدمر القوات الجوية المصرية 18 طائرة معادية وتحقق أعظم انتصار في تاريخها. وتنتهي ملحمة أكتوبر لتبدأ القوات الجوية المصرية ملحمة البناء والتطوير وتنويع مصادر السلاح والحصول على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الطائرات بمختلف دول العالم. قفزة نوعية وتكنولوجية وتطور متلاحق انعكس على الكفاءة القتالية لقواتنا الجوية خلال العقود الماضية.
ومع التطور الهائل الذي شهدته القوات الجوية، كان لابد من تحديث منظومة التدريب بالكلية الجوية ليتوافق مستوى طلبة الكلية من طيارين وجويين مع التقدم التكنولوجي للطائرات والأجهزة الحديثة. وتتوالى أجيال الخريجين حاملين بشارة النصر، متسلحين بأحدث وأرقى مستويات الكفاءة القتالية بين نسور الجو حول العالم. وتشارك القوات الجوية في العديد من التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لصقل مهارات الطيار المصري، علاوة على مستويات التأهيل الخارجي بالعديد من دول العالم للطيارين والجويين والفنيين من الضباط وضباط الصف، الأمر الذي يمكنهم من التعامل مع الطائرات والمعدات بثقة وكفاءة عالية. كما تحرص القوات الجوية على تنفيذ البيانات العملية كل عام في تعاون وثيق بين أسلحة الجو المختلفة وباستخدام الذخيرة الحية. وتتجلى القدرات القتالية لقواتنا الجوية عبر العديد من المناورات، ومنها المناورة بدر 2014، أكبر مناورة في تاريخ القوات الجوية، والتي شاركت فيها 250 طائرة لتثبت القوات الجوية قدرتها على تنفيذ كافة العمليات القتالية باحترافية عالية وتحت كافة الظروف. ولصقل المعرفة العسكرية والسياسية على المستويات المختلفة، ينضم المتميزون من الضباط إلى كلية القادة والأركان وأكاديمية الناصر العسكرية العليا. وفي مجال القيادة والسيطرة، تمتلك القوات الجوية أحدث مراكز القيادة والسيطرة، وتحرص على تطويرها بأحدث أنظمة تبادل المعلومات. وتمتلك القوات الجوية منظومة التأمين الفني الشامل، منظومة أدت إلى التغلب على النقص الذي عانت منه القوات الجوية في قطع الغيار من بعض الدول، وذلك في الفترة التي أعقبت ثورة 30 من يونيو، حيث ضرب رجال التأمين الفني مثالا للتحدي والإرادة في الصيانة والتأمين الشامل والارتقاء بالكفاءة الفنية للطائرات بشكل منقطع النظير. ومع تنامي المخاطر الناجمة عن تفشي ظاهرة الإرهاب، قامت القوات الجوية بتدمير معاقل الإرهابيين ومخازن أسلحتهم ومراكز تجمعاتهم بسيناء. وتجلى دور القوات الجوية في معارك بارزة، منها عملية الأول من يوليو 2015، المرحلة الأولى من عملية حق الشهيد، وامتد دورها القتالي داخل وخارج مصر، وتحقق التجسيد الأمثل لأحد أهم شعارات قواتنا المسلحة بأن العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة. وقد اتضح هذا جليا في سرعة تنفيذ القوات الجوية لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بالقصاص لاستشهاد 21 مصريا في ليبيا على يد الإرهاب الأسود. إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم الإنسانية. وتم التجهيز للثأر وتنفيذ القوات الجوية للعملية في زمن قياسي تجاوز ما تم تدريسه في المراجع العسكرية، وحققت الضربة أهدافها بنسبة 100%، مما جعل الشعب المصري يستيقظ على فجر يوم جديد تحقق فيه وعد الرئيس. قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية. صرنا طيرة في الفضاء، رجال شداد يحموا البلاد وقت الخطر. سكت الكلام سكت الكلام. أنا واثق في البلاد وواثق في قدرتي،
وعارف ان انتوا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى تنفذوا كل مهمة. لما كنت بكلم القيادة فقال لك يعني يا فندم احنا ممكن نخلص الموضوع ده كمان ساعتين. كنت متأكد ان انتوا هتقدروا. بشكركم وشد حيلكم. وعلى الصعيد العربي، واصلت القوات الجوية دورها بالمشاركة مع قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية لدولة اليمن، حيث قامت بتنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة عالية وفي زمن قياسي، ليتأكد للجميع أن مصر قادرة على تنفيذ أي مهمة قتالية في أي زمان وأي مكان. وتعزيزا للقدرة القتالية لمستويات غير مسبوقة، نجحت قواتنا الجوية في امتلاك طائرة الرافال، باكورة الإنتاج الفرنسي من الجيل الخامس، نقلة جديدة تحقق لمصر الذراع الطولى لتنفيذ المهام لأبعد مدى. زمايلي طبعا في القوات الجوية بشكرهم على المجهود اللي تم في خلال الفترة اللي فاتت، اللي هو قد ايه كان ظاهر تأثيره على تنفيذ جميع مهام القوات المسلحة، وقد ايه كان في استحسان من القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة السياسية على أداء القوات الجوية في الفترة اللي فاتت كلها. وبحسهم طبعا ان احنا هنواصل ان شاء الله وهنكمل مع زمايلنا من الافرع الرئيسيه والتشكيلات التعبويه للقوات المسلحه ان شاء الله لحفظ امن بلدنا، اللي احنا حريصين دايما ان احنا يبقى الهدف الرئيسي بتاعنا اللي هو امن مصر. ولا تنسى قواتنا الجوية شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لأجل أن تبقى راية مصر عالية خفاقة. هؤلاء الرجال تبقى ذكراهم خالدة في سجل الفخر والشرف، وبطولاتهم نقصها على أبنائنا وأحفادنا أبدا ما حيينا. ويستمر العطاء على أيدي الرجال المخلصين الذين لا يدخرون جهدا يقدمونه لرفعة شأن قواتنا الجوية، والتي كان لها النصيب الوافر في المشاركة في عرس مصر الكبير، حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي شهدت تحليق طائرات الرافال في هذا الاحتفال، حاملة معها رسالة قوية بأن قواتنا الجوية كانت وسوف تبقى حامية للسماء المصرية، أنشودة في حب مصر. يا نسور الحمى